يا مساء السعادة والسكر الزيادة على عيونك يا ست الكل. أهلا وسهلا بيكي على قناة حلويات أكلنا مع ندى الحديدي. النهاردة هنعمل مع بعض شوية عيش فينو، لو عملتيهم ودقتيهم هتحسي إن بتاكلي قرص بالظبط. فتعالي نشوف هنعملها ازاي مع بعض. أول حاجة هنجيب 5 كوبايات من الدقيق الأبيض المنخول، هننزل عليهم بمعلقة صغيرة من الملح، وبعد كده هننزل عليهم بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، أو بمعنى أصح كيس من اللي هو الخميرة الفورية اللي هو الجاهز ده. هنزل عليهم كمان بمعلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر. هتقلبي كل الحلويات دي كلها مع بعضها زي ما انت شايفة كده، تقليبة حلوة. وبعد كده هنشيل الحاجات الحلوة دي على جنب، وهنجيب نص كوباية مية دافية وهنزل فيها بالسكر. السكر كام معلقة؟ 4 معالق. وهدوب السكر كويس جدا عشان خاطر ما يبقاش فيه حبيبات معايا في العجينة لما اجي افردها وتعذبني. بعد ما دوبناهم كويس هنجيب بقى الدقيق بتاعنا، وهنزل عليه الاول بنص كوباية من الزيت، الزيت النباتي العادي، وهنزل عليه كمان بعلبة من الزبادي. وبعد كده هننزل بالمية والسكر بتاعتنا، وطبعا تكوني محضرة جنبك مية دافية للعجن. كل ما تحتاجي مية كل ما تحطي، يعني ما تحطيش كمية كبيرة في الاول وتعجني، علشان خاطر في دقيق بيشرب المية وفي دقيق بيطرد المية. فبايدينا الحلوين كده وتعجني واحدة واحدة لغاية ما توصلي للقوام اللي انا هوريهولك دلوقتي. والمية لازم تكون دافية. هفضل اعجن كويس جدا. انا حاسه ان هي محتاجه شويه ميه، فهنزل عليها بشويه ميه دافيه زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا اعجن كويس جدا. العجينه بتاعتنا مش هتبقى ناشفه قوي ومش هتبقى ناعمه قوي. يعني ايه؟ لما تيجي تحط ايدك عليها تحس انها فيها تلزيقه بسيطه كده. دلوقتي هغطيها كويس جدا وهسيبها لغايه ما تتخمر. تقعد زي ما تقعد بقى، احنا في الساعه ممكن تقعد معاكي ساعه. هشيلها دلوقتي. وبعد كده جبناها اهو بعد ما اتخمرت كويس جدا. بصوا بقى، كل ما اجي ان انا اشيلها من الطبق فيها تلزيقه بسيطه كده، فتكوني محضره جنبك طبق فيه شويه دقيق، وهتبتدي تعملي كور صغيره كده على شكل سره اهي. وبعد كده تكوريها كويس جدا على الرخامه زي ما انت شايفه. هتكوني محضره صينيه ومرشوش عليها شويه دقيق، علشان احنا زي ما احنا قلنا قبل كده ان العجينه بتاعتنا طريه شويه، فعشان ما تلزقش مني في الصينيه. طبعا هغطيها وهسيبها ترتاح شويه عشان لما اجي افردها تتفرد معايا بكل سهوله. بعد ما خلاص تمام سيبناها شويه لمده تقريبا ربع ساعه، هجيب بقى كوره كوره وهبتدي من اول كوره انا عملتها. هحط شويه دقيق على الرخامه وهبتدي ان انا افردها كويس. بصوا بقى، ما عندكيش مردنه هتستعملي اي كوبايه تكون ما فيهاش اي تضليع، يعني تكون سايحه خالص من بره. المردنه بتاعتي مش لاقياها، مش عارفه راحت فين. اختفت. فانا مش هوقف نفسي، فاستعملت الكوبايه زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا افردها كويس زي ما انتم شايفين كده. بصوا، كل ما تتفرد مش هتلاقيها ترجع تاني. ليه؟ لان العجينه ارتاحت كويس. السمك بتاعها تقريبا يعني هقولك ايه، نص سنتي. وهبتدي ان انا الفها زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما الفها كويس زي ما انتم شايفين، هبتدي ان انا اخر طرف من العجينه بتاعتي افضل ان انا زي ما انتم شايفين كده اضغط عليه كويس جدا عشان خاطر ما يفتحش مني في الفرن. وطبعا الطرفين من هنا ومن هنا برضو زي ما انتم شايفين كده. وهتديها يعني ايه دحرجتين كده على الرخامه، هيبقى منظر العيش الفينو اهو. هتقولي الرغيف صغير، انا مش هعمله كبير، تمام. وهتحطي في الصينيه، والصينيه تكون مدهونه بشويه زيت صغيرين جدا. كميه اهي ما شاء الله. هتبتدي انت تدهنيها بالزيت من فوق الوش كده. ولو هتحطي سمسم او حبه البركه ادهنيها بصفار بيضه. هتخففيها بشويه لبن، مش بميه يا جماعه، بلبن عشان ما يزفرش. وبعد كده هترشي عليه السمسم او هترشي عليه حبه البركه، تمام. انا عاملاه من غير اي حاجه فوقيه. هنحطه في الفرن، والفرن تكوني مشغلاه وانتي بتشكلي العيش، تمام، عشان خاطر النتيجه تبقى كويسه. اول ما تحطيه في الفرن يقب على طول لفوق. طبعا العيش بتاعي سبته يرتاح شويه بعد ما انا يعني خلاص شكلته كده، سبته يرتاح شويه كمان قبل ما احطه في الفرن. هحطه في فرن سخن، وبعد كده هسيبه لغايه لما ياخد اللون الحلو اللي قدامكم ده. طبعا لو العيش بتاعك حسيتي ان هو خلاص استوى من تحت وخد اللون الحلو، او كله استوى بس لسه ما خدش لون من فوق، شغلي الشوايه واقفلي البوتاجاز من تحت.
والعيش بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين، وحلو جدا جدا جدا، وكان طعمه زي القرص بالظبط يا جماعه. طبعا انا كنت فتحته وهو كان لسه سخن، انتوا المفروض تصبروا شويه عشان تفتحوه بالسكينه. تمام. انا طبعا لازم ادوق، فعملت سندوتش كده هاكله مع نفسي في خبازي. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم من رضاكم، واكون خفيفه على قلوبكم. اتمنى تجربوا الطريقه وتقولوا رايكم في الكومنتات ان شاء الله. اشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. بحفظ الله ورعايته. مع السلامه. هروح اكمل بقى الساندوتش مع نفسي. سلام.